بشكل عاجل ومفاجئ برشلونة يتحرك قانونيا للاحتجاج على طرد توريس. تطورات رسمية، نصر السعودي يغري نجم برشلونة براتب ضخم. كلمات النهاية، غارث بيل يعلن رسميا اعتزاله كرة القدم. زيدان يرفض التعليق على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي المثيرة للجدل. تشافي لا يرحب أحد ويصيب مدافع برشلونة بالقلق الشديد. صدق أو لا تصدق، ريال مدريد يقيل أنشيلوتي ويقرر عودة زيدان. أهلا بكم متابعينا في سبورت 24، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والآن إلى تفاصيل النشرة. يدرس نادي برشلونة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للاستئناف ضد البطاقة الحمراء التي نالها فيران توريس في مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. وكانت اللحظات الأخيرة من اللقاء والذي استضافه ملعب متروبوليتانو قد شهدت لقطة شجار بين توريس وسافيتش ليشهر الحكم البطاقة الحمراء لهما. وبحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن الشؤون القانونية لدى النادي الكتالوني تدرس الحالة وتدرس إذا كانت هناك إمكانية لتقديم استئناف على البطاقة الحمراء. وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة بخطوته هذه أعلن الرفض للبطاقة الحمراء التي نالها توريس، ويأتي ذلك قبل انعقاد لجنة المسابقة لكشف الحقوبة على نجمي برشلونة وأتلتيكو مدريد. وقال الحكم في تقريره على اللقطة بأن الطرد جاء بعد إمساك توريس بشعر منافسه بينما كانت الكرة في اللعب، ويمني جمهور برشلونة النفس بأن لا تقرر اللجنة إيقاف توريس لعدة مقابلات إضافية. وكانت المباراة التي استضافها ملعب أتلتيكو مدريد قد انتهت بفوز ثمين لبرشلونة بهدف دون رد، وسجل العثمان ديمبلي الهدف بعد مجهود راق من بودري. ويحتل برشلونة حاليا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، وذلك بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد. وجه نادي النصر السعودي أنظاره لمتوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكاتس طمعا في الحصول على توقيعه في الفترة القادمة، وفي ظل انتهاء عقد اللاعب مع إدارة البرسا بنهاية الموسم. ولم يجدد بوسكاتس عقده مع إدارة برشلونة حتى الآن، وتربطه تقارير بإمكانية الرحيل في ميركاتو يناير الجاري، وتقارير أخرى بالاستمرار حتى نهاية الموسم، رغم وجود تأكيدات من صحافة برشلونة على إقناع تشافي هرنانديز مدرب البرسا وذلك له بالبقاء وعدم المغادرة في منتصف الموسم. شبكة ESPN أفادت اليوم الاثنين بأن العالم يتطلع للجمع بين بوسكاتس وكريستيانو رونالدو بعدما نجح في انتداب صاروخ ماديرا في صفقة انتقال حر إثر فسخ البرتغال عقده مع إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بشكل متراضي. وأشارت الشبكة إلى أن النادي السعودي يغري بوسكاتس بعرض تصل قيمته إلى 13 مليون يورو سنويا، ويواصل بوسكاتس المشاركة بشكل أساسي في تشكيلة الكتالوني، وحضر في مباراة الأتلتيكو مدريد مساء الأحد منذ البداية، وساعد الفريق على الانتصار في متروبوليتانو بهدف دون رد لينفرد الفريق بصدارة الدوري الإسباني لا ليغا. أعلن النجم الويلزي غارث بيل جناح ريال مدريد الإسباني السابق اعتزاله كرة القدم اليوم الاثنين، ومن خلال رسالة عبر حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر. ووضح لاعب لوس أنجلوس الأمريكي الذي يبلغ من العمر 33 عاما حدا للمسيرة في الساحرة المستديرة من خلال رسالة قال فيها: بعد تفكير طويل قررت اعتزال كرة القدم، أشعر بالفخر للعب بالرياضة التي أعشقها، لقد كان حلما وعشته بالفعل. وأضاف بيل: عشت خبرات كثيرة في 17 عاما، خبرات من الصعب الوصول لها ولا يهم ما ينتظرني في المستقبل. وبدأ الويلزي مسيرته في ساوثهامبتون الإنجليزي، ثم انتقل للعب في صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ومنه إلى ريال مدريد الإسباني الذي عاش معه حقبة فريدة من نوعها قبل أن يحمل حقائبه ويغادر للدوري الأمريكي. وسجل بيل 106 هدف بقمصان الريال في 258 مقابلة، وذلك مع الفريق وبكل المسابقات، ليكون السابع أكثر لاعب أجنبيا تسجيلا للأهداف في تاريخ النادي. ومع العلم أنه أصبح أغلى لاعبا في سوق الانتقالات في 2013، وبدفع ريال مدريد 100 مليون يورو للتعاقد معه من سبيرز. يعيش الدولي الإسباني إريك غارسيا أياما صعبة في برشلونة مع قلة عدد الدقائق التي يشارك فيها منذ أكثر من شهرين، سواء مع منتخب بلاده أو فريقه. اللاعب الإسباني انضم للبرشلونة قادما من مانشستر سيتي في يناير 2021، ومع تشافي هرنانديز لم يثبت نفسه وفشل في إقناع المدرب الذي يقود البلوغرانا منذ أكثر من عام. صحيفة آس الإسبانية أشارت إلى أن إريك غارسيا يشعر بالقلق بسبب عدم مشاركته في أي مقابلة مع برشلونة وبعد المونديال، سوى في دقائق قليلة أمام انتر سيتي في الكاس.
وانضم اللاعب الإسباني لقائمة منتخب بلاده في كأس العالم، لكنه لم يشارك في أي مقابلة مع لاروخا قبل الخروج من دور 16 أمام المغرب بركلات الترجيح. وفي برشلونة أصبح إيريك غارسيا المدافع الخامس بعد كريستنسن وأراخو وكذلك كونتي، بالإضافة للظهير الأيسر ماركوس ألونسو الذي يفضله تشافي على الإسباني صاحب 22 عاما. أخطاء غارسيا جعلت تشافي يعيد النظر في مشاركته، مما جعله خارج القائمة في بعض المقابلات وبجلوس بديلا وعدم الاعتماد عليه أساسيا. 14 مقابلة فقط شارك فيها اللاعب الإسباني هذا الموسم مع برشلونة، وسجل هدفا واحدا، وبدأ 50% فقط من المقابلات التي ظهر فيها. يخطط مسؤولو ريال مدريد لإقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق واستعادة خدمات الفرنسي زين الدين زيدان في حالة واحدة. وينتهي عقد أنشيلوتي الحالي مع ريال مدريد صيف 2024، بينما لا يرتبط زيدان بعقد مع أي نادي. وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن الريال سيقيل أنشيلوتي إذا لم يفز بأي لقب في الموسم الحالي، ولن تسمح له الإدارة باستكمال الموسم المقبل من عقده. ورغم أن ريال مدريد سيخوض منافسات السوبر الإسباني بعد أيام قليلة، لكنه غير مؤثر على مصير أنشيلوتي الذي يرتبط ببطولتي الليغا ودوري أبطال أوروبا. وأشارت إلى أن إرادة وإدارة ريال مدريد تفضل عودة زيدان على تصعيد راؤول غونزاليس إلى مقعد المدير الفني بسبب قدرة زيزو على السيطرة في غرفة الملابس. وذكرت أن زيدان يبحث عن العودة إلى عالم التدريب، ستكون قيادة الميرينغ فرصة له لا يمكن رفضها من قبل المدرب الفرنسي. ذكرت قناة بي ان سبورتس القطرية نقلا عن تقارير صحفية فرنسية أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق لن يرد على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي والمثيرة للجدل، وكان الجميع ينتظر تعاقد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مع زين الدين زيدان لتولي مسؤولية تدريب منتخب الديوك عقب ذلك ديدييه ديشامب، والذي كان عقده سينتهي نهاية العام الماضي. ولكن قام الاتحاد الفرنسي بقيادة رئيسه لوغريت بتمديد عقد ديدييه ديشامب حتى كأس العالم 26 و2000، والذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. وتعرض رئيس الاتحاد الفرنسي لانتقادات حادة عقب تصريحه الأخير المثير للجدل ضد زيدان، حيث قال: لا يهمني إذا ذهب زيدان لتدريب البرازيل، يمكنه الذهاب إلى حيث ما يريد. وأضاف: احتمالية تدريب زيدان لمنتخب فرنسا لم أكن حتى لأرد على المكالمة لأقول له ماذا مرحبا يا سيد، ابحث عن نادي آخر، لقد توصلت لاتفاق مع ديشامب. وأشارت قناة بي ان سبورت إلى أن زيدان لن